أنا اسمي لوزة، بس الكل بيناديني تيتا لوزة. ست بسيطة بحب اللمة والضحكة، وقلبي دايماً مفتوح لأحفادي الخمسة اللي منورين حياتي. أولهم شهد الكبيرة، عندها 14 سنة، دايماً ماسكة موبايلها وسماعاتها في ودنها، بتتفرج على المسلسلات الكورية وتسمع الأغاني، بتحب الهدوء ومش بتحب دوشة الصغيرين. بعدها ياسين عنده 11 سنة، دماغه شغالة طول الوقت، بيحب العلم والاختراعات ودايماً بيجرب حاجات جديدة في البيت. أحمد عنده 9 سنين زي العسل، بس بيتنرفز بسرعة، بيحب يلعب ويضحك ودايماً بيعمل مقالب في الكل. خلود عندها 8 سنين بس، جميلة وشيك، بتحب الميك اب والفساتين ودايماً بتحاول تلبس أحمد لبس بنات وهو بيهرب منها. وأخيراً فريدة البيبي الصغيرة، لسه مولودة بس شكلها هتطلع أذكى واحدة فيهم. كل يوم مع أحفادي مغامرة جديدة، ضحك ولعب وحب. ده بيتي اللي ريحته دايماً بتقول للناس إن الأكل عندي حاجة تانية. النهاردة الأحفاد جم كلهم، يا سلام بقى على اللمة لما تبتدي. وأهو أحمد وراه خلود. كنت بقلي البطاطس في الطاسة العتيقة بتاعتي، وفجأة خبط أحمد في الترابيزة والطاسة طارت. بصيت لقيتها بتطير في الهوا زي صاروخ، وياسين العبقري الصغير واقف مذهول. دي مش طاسة، دي صاروخ منزلي. طاسة بقت ترقص، كل ما أقرب منها تهرب، زي العيال لما انده عليهم يذاكروا. وقلت لهم اللي يمسك الطاسة لبطاطس سخنة مخصوصة مني، وساعتها كله تحول لصيادين. ويا حرام كل واحد فيهم كان بيحاول على قد ما يقدر. شهد كانت بتحاول تقنع الطاسة إنها تهدى علشان المسلسل هيبدأ. خلود راحت جايبة المراية بتقنع الطاسة إنها حلوة عشان تهدى. يا ريت كانت بتسمع الكلام زي الطاسة. وياسين قعد يفكر ويحسب ويقرر، وخد الموضوع تحدي. ولقينا خلود اختفت، وبعد شوية رجعت بتقول لنا ايه رأيكم في اللوك الجديد؟ أحمد كان بيكلم نفسه بسببها. احنا في وادي وهي في وادي تاني، وشهد خلاص حست انها مش هتقدر تقنع الطاسة وزهقت منها. ياسين حبيبي قدر يسيطر على الوضع وجري وراها لغاية ما قفلها بالغطا. أعلنت إن ياسو الفايز، وكان هيطير من الفرح، وكان لازم أنفذ وعدي وأدي له هديته أحلى طبق بطاطس مخصوص. بس أنا ما قدرتش أخلي الباقي يقعدوا يتفرجوا عليه، وحضرت السفرة بكل ما لذ وطاب. الهدوء رجع والكل أكل بطاطس، بس فريدة الصغنونة بدأت تزحف ناحيتها كأنها عارفة سر الطاسة. وفجأة الغطا اتحرك، وفريدة بتضحك زي اللي بتقول المغامرة لسه ما خلصتش.